ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ كويس؟ طيب انا قلت اطمن عليك واقول لك كل سنه وانت طيب. خلاص ايام قليله جدا تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وطبعا جاي لكم النهارده في برنامج من بعد التتر عشان اقول لكم على قائمه مسلسلات رمضان لموسم 2023، كل التفاصيل الخاصه بابطال المسلسل وايه هي احداث المسلسل وكمان القنوات الناقله ليه. فيلا بينا نخش في التفاصيل. اول مسلسل معانا رمضان ده هو مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وبيشاركوا في البطولة زينة وهالة صدقي وايمان العاصي ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين، من تأليف واخراج محمد سامي المخرج والمؤلف المفضل بالنسبة لمحمد رمضان. كل نجاحات محمد رمضان كانت مع المخرج ده، والمفروض ان احداث المسلسل بتدور عن محمد رمضان في دور العمدة، وان هو بيكون متجوز 3 ستات وعنده شركات مقاولة كبيرة وغني جدا، لحد ما بتيجي واحدة بتبقى عايزة تضحك عليه وتسرق منه مبلغ كبير جدا من الفلوس، ومن هنا بيبدأ المسلسل وبتتوالى بعدها الاحداث. يعني من وجهة نظري مسلسل اتوقعه عادي جدا، من نوعية مسلسلات محمد رمضان اللي قصتها شبه بعض واتهرست 40 مرة قبل كده. لكن خلينا ما نحكمش على الحاجة قبل ما نشوفها، لعل الموضوع يكون مختلف. تاني مسلسل معانا هو مسلسل الكتيبة 101، والعمل من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلام. ومن اسم المسلسل بيحكي عن كتيبة في الجيش ورحلتها في القضاء على مجموعة تكفيرية موجودة في سيناء، يعني من نوعية المسلسلات الوطنية اللي في ناس كتيرة جدا بتحبها. نيجي لتالت مسلسل معانا وهو مسلسل سوق الكنز، بطولة أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. والمسلسل ده نزلت البوسترات بتاعته واللي بينت تشابه بين أزياء الممثلين فيه وبين أزياء المسلسل العظيم جدا بيكي بلايندر، بس أنا عن نفسي ضد الكلام ده خالص وما بحبش أحكم على حاجة قبل ما أشوفها. وقصة المسلسل بتدور عن أمير كرارة وإن هو بيكون مناضل ضد الإنجليز، وبسبب مطاردة الإنجليز ليه بيضطر إن هو يروح يستخبى في سوق الكانتو. وعشان في ناس كتير جدا كانت مستغربة إيه هو سوق الكانتو ده، فسوق الكانتو ده كان سوق موجود زمان بيتباع فيه الحاجات القديمة والمستعملة بأسعار رخيصة. رابع مسلسل معانا وهو مسلسل عملة نادرة، بطولة نيلي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل. وأحداث المسلسل بتدور في التسعينات عن عيلتين موجودين في قنا وبيكون بينهم صراع كبير، وبعد كده بتتولى الأحداث عشان نشوف مفاجآت أكبر وأكبر خلال أحداث المسلسل. المسلسل الخامس معانا وهو مسلسل سر السلطان، من تأليف وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة أحمد فهمي ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين. خليني أقول لك شوية منهم: حسين فهمي وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله وهالة صدقي ومي عمر وشويه ممثلين كمان لو قعدت اذكر فيهم الحلقه تخلص وانا هتعب وبرضه مش هخلصه. واحداث المسلسل بتاعنا بتدور في زمانين مختلفين عن البطل بتاعنا اللي هو احمد فهمي، اللي بيكون بيدور عن حل لغز لحاجه حصلت ايام الحمله الفرنسيه. ايه هو السر وايه هي الحاجه دي؟ كل الكلام ده هنعرفه في احداث المسلسل، والمسلسل ده من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا متحمس ليها. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل جميله، والعمل من بطوله ريهام حجاج ومن تاليف ايمن سلامه واخراج سامح عبد العزيز. واحداث المسلسل بتتكلم عن بنت خريجه كليه حقوق وبتتخرج وتشتغل وبتنجح جدا في حياتها، لحد ما القدر بيخليها تواجه ماضي قديم ليها هي ملهاش ذنب فيه. مسلسل انا عن نفسي مش هتفرج عليه لاني ما بتفائلش قوي بريهام حجاج وهي بطله في اي مسلسل. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل ضرب نار، بطوله احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، والعمل من تاليف ناصر عبد الرحمن ومن اخراج مصطفى فكري. والمسلسل ده من وجهه نظري انا شايف ان هو محاوله لتكرار نجاح مسلسل اللي ملوش كبير بتاع رمضان اللي فات. والمسلسل احداثه بتدور عن اتنين بيتجوزوا، بيكونوا بيحبوا بعض جدا وبيبداوا يبنوا بعض واحده واحده، وبالفعل بيأسسوا شركه كبيره جدا لحد ما بيبداوا يخشوا في مواجهه مع الناس اللي كارهه استمراريه العلاقه دي. وبنشوف بقى طول احداث المسلسل ايه اللي هيحصل. المسلسل الثامن في قائمتنا وهو مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وبيشاركها في البطولة وفاء عامر، من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل أديب. وأحداث المسلسل بتتكلم عن ست بتتعين عمدة علشان عيلتها ما تفقدش ورث العمودية، وبنشوف ازاي طول أحداث المسلسل هتتعامل مع كم المشاكل اللي هي هتواجهها. وبعد كده نيجي مع مسلسل حمد لله على السلام، من بطولة يسرا ومحمد ثروت، من تأليف محمود ذو الفقار ومن إخراج عمرو عرف. وقصة المسلسل بتدور عن وئام اللي بتجسد دورها يسرا، اللي بتكون خارجة من مستشفى الأمراض العقلية، ولكنها بتتفاجئ إن اسمها اللي في البطاقة غير مطابق لاسمها الحقيقي. وفي رحلتها لتصحيح الخطأ ده بتواجه مشاكل كتير جدا، وبتعرف ان في جرائم كتير كانت مدبره ليها، وبتقرر انها تنتقم من كل اللي تسببوا في الجرائم دي. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل الاجهر، بطوله عمرو سعد، والعمل ده من اخراج ياسر سامي ومن تاليف ورشه ملوك، الورشه اللي كان اشتغل معاها عمرو سعد قبل كده في مسلسلات زي توبه وملوك الجدعانه. واضح ان هو بيحب قصص وتاليف يعني كل كتاب الورشه دي. احداث المسلسل بتدور في منطقه شعبيه، وبيشاركوا في البطوله احمد مجدي وناهد السباعي ودره ومجموعه كبيره جدا من الممثلين. وبمناسبه ذكر المناطق الشعبيه، عندنا مسلسل تاني برضو احداثه بتدور في منطقه شعبيه وهو مسلسل بابا المجال، من بطوله مصطفى شعبان وسوسن بدر ونسرين امين، ومن تاليف واخراج احمد خالد موسى. المسلسل اللي بعد كده في قائمتنا هو مسلسل ستهم، من بطوله روجينا، والعمل من تاليف ناصر عبد الرحمن ومن
اخراج رؤوف عبد العزيز. واحداث المسلسل بتدور عن ست صعيديه بتمر بازمات ومشاكل كتير جدا، وبيقال ان احداث المسلسل مستوحاه من احداث حقيقيه، وان الشخصيه هي عباره عن 4 شخصيات حقيقيه لستات صعيديين تم دمجهم في شخصيه واحده بتجسدها روجينا. وهدف المسلسل هو ابراز دور الست الصعيديه وقد ايه البيئه اللي عايشه فيها صعبه وازاي بتعدي الصعاب دي. ونيجي المسلسل تاني، واحد من اكتر المسلسلات اللي طلب ان يتعمل لها جزء تاني، وهو مسلسل رمضان كريم. وبالفعل الجزء التاني من مسلسل رمضان كريم هيتعرض رمضان ده، وهيكون من اخراج سامح عبد العزيز. لكن العمل مش هيكون فيه ابطال رئيسيين بتوع الجزء الاول، وهم روبي وشريف سلامه والراحل محمود الجندي. وبعد غياب 8 سنين بيرجع لنا محمد سعد تاني للمشاركه في الموسم الرمضاني بعد اخر اعماله اللي كانت في 2014 مسلسل فيه لقطات. وبيرجع لنا رمضان ده بمسلسل الحاج اكسلان. وبيشاركوا البطوله في العمل ده ويزو وصلاح عبد الله، والعمل هيكون من اخراج ابرام نشأت. ولكن ملحوظه بسيطه، ابرام نشأت ما كانش المخرج الاساسي للعمل. المخرج اللي كان المفروض يخرج العمل هو المخرج محمود كامل، ولكن حصلت مشاكل والمخرج محمود كامل قرر ان هو يعتذر عن العمل بعد اسابيع من بدايه التصوير، واستعانوا بالمخرج ابرام نشأت لاستكمال المسلسل. واحداث المسلسل بتدور عن تاجر قطع غيار بيحصل له مشاكل وازمات ماليه كبيره جدا وتجارته بتبوظ، وبنشوف ازاي طول احداث المسلسل هيحاول ان هو يحل كل المشاكل اللي هتواجهه دي. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل توحة بطوله علا غانم، واللي بترجع بعد غياب كبير جدا، وبيشاركها البطوله حجاج عبد العظيم وايهاب فهمي ودينا فؤاد. والعمل من تاليف احمد صبحي ومن اخراج محمد النقي، واتمنى اكون بنطق اسمه صح لاني فعليا مش عارف اسمه بيتنطق ازاي. وطبعا رمضان ده حماده هلال بيكمل تصوير الجزء الثالث من مسلسل المداح، وبيشاركوا في البطوله رانيا فريد شوقي ولوسي وهبه مجد ودنيا عبد العزيز، ومن تاليف امين جمال ومن اخراج احمد سمير فرج. واحداث المسلسل هي طبعا استكمال احداث الجزء الثاني اللي كان بيتعرض رمضان اللي فات. والمسلسل اللي بعد كده هو المسلسل اللي بيستناه كل الناس في رمضان الجاي، وهو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، من بطوله احمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمه احمد وهشام اسماعيل. والعمل من تاليف مصطفى صائر ومحمد عز الدين ومن اخراج احمد الجندي. طبعا احداث المسلسل بتدور عن المواقف الغريبه اللي بتحصل في المزاريطه، واكيد بعض الحاجات اللي هنستكملها من احداث الجزء السادس بتاع رمضان اللي فات، زي ايه اللي هيحصل مثلا للعتره بعد ما بقى كبير كده، وحاجات من المواضيع دي يعني. وكده اكون خلصت لكم كل قائمه المسلسلات اللي مكونه من 30 حلقه. ابدا بقى اقول لكم على المسلسلات اللي تصنيفها ال 15 حلقه، وده التصنيف المفضل بالنسبه لي. اول مسلسل معانا في قائمه المسلسلات اللي مكونه من 15 حلقه هو مسلسل علاقه مشروعه، بطوله ياسر جلال ومي عمر، ومن تاليف سماح الحريري ومن اخراج خالد مرعي. والمسلسل بيناقش فكره تعدد الزواج والمشاكل اللي بتحصل بسببه في اطار درامي. نيجي بقى المسلسل اللي بعد كده وهو مسلسل الامام الشافعي بطوله خالد النبوي، والمسلسل هيكون من اخراج الليث حجو. والمسلسل ده بما ان تصنيفه تاريخي فمعالجه الشخصيات كانت لمريم نعوم وورشه سرد. واللي ما يعرفش ايه هي ورشه سرد، فورشه سرد دي عباره عن مجموعه كتاب انتجوا لنا قبل كده اعمال زي سجن النساء ومسلسل ليلى، والسيناريو كان لمحمد هشام عبيه. والمسلسل المفروض بيجسد قصه الامام الشافعي واللي هيقوم بدوره خالد النبوي. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل تحت الوصايه بطوله منى زكي ومحمد دياب ونسرين امين. والمسلسل احداثه بتدور عن حنان اللي بتجسد دورها منى زكي، واللي بتكون متنكره في شكل راجل وبتحاول انها تأجر شقه في منطقه شعبيه. ونفهم بعد كده من الاحداث ان وراها مصايب ومشاكل كتير جدا، هنعرف ايه هي طول احداث المسلسل. والمسلسل اللي بعد كده هو مسلسل الصفار بطوله احمد امين واحمد الغندور وطه دسوقي وآية سماحه، ومن تاليف ساره هجرس وعبد الرحمن جويش. والمسلسل ده من اكتر الحاجات اللي انا متحمس ليها، لان احداثه ليها علاقه بالرجوع بالزمن وموجوده جوه طابع كوميدي، غير ان ده هيكون اول تجربه تمثيليه حقيقيه لاحمد الغندور. ورمضان ده ترجع لنا الفنانه دنيا سمير غانم بمسلسل جديد وهو مسلسل جت سليمه. والمسلسل ده اسمه اتغير كتير جدا، اسمه كان في الاول حواديت من نور، بعد كده غيروه وخلوه صراع الفصول، لحد ما في النهايه رسيوا على جت سليمه، وهيكون من اخراج اسلام خير. والمسلسل قصته بتدور عن بنت بتكون شغاله في دار نشر وتواجه مشاكل وصعوبات وبتشوف هتحلها ازاي. والمسلسل بيركز جدا على ابراز القيم والتقاليد المصريه، واعتقد ان هو هيكون مناسب جدا للعيله وبالذات الاطفال. نيجي بعد كده لمسلسل مذكرات زوج بطوله طارق لطفي ومن تاليف محمد سليمان عبد الملك. والمسلسل بيعرض حالات المشاكل اللي بتكون بين المتجوزين، وبيعرضها بشكل عصري على 3 اجيال مختلفه هيتم عرضهم على 3 فترات مختلفه طول احداث المسلسل. بتشارك الفنانه منى شلبي في الموسم الرمضاني ل 2023 بمسلسل تغيير جو، وبيشاركها البطوله اياد نصار ومن تاليف منى الشيمي ومن اخراج مريم ابو عوف. واحداث المسلسل رومانسيه بيتكلم عن منى شلبي في دور شريفه اللي بتكون بتعاني بسبب ان امها مدمنه كحوليات، واياد نصار بيكون دكتور جامعه، وبطريقه ما بيتقابلوا هما الاثنين مع بعض، وبنشوف ازاي هتتطور علاقتهم طول احداث المسلسل. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل رشيد من بطوله محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، والعمل هيكون من اخراج مي ممدوح اخت محمد ممدوح، وهيكون من تاليف وسام صبري. وطبعا بعد نزول البوسترات الناس لاحظت تغير كبير جدا في شكل ريهام عبد الغفور بسبب شعرها الاصفر واللينسز الخضراء اللي كانت حطاها وملامح وشها المشدوده. وطبعا لقينا برضو تغير كبير جدا في شكل وش محمد ممدوح
بشعره الطويل واللوك الجديد اللي هو طالع بيه. واحداث المسلسل بتبتدي برشيد اللي بيقوم بدوره محمد ممدوح، اللي بيكون عايش حياه عاديه جدا وشغال في شركه لحد ما بيتهموه بان هو قتل رئيس الشركه بتاعته دي. وهل يا ترى فعلا هو قتله وايه اسباب الاتهام ده؟ كل التفاصيل دي هنعرفها طول احداث المسلسل. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل كشف مستعجل من بطوله مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، والمسلسل من تاليف ايهاب بليبل، واتمنى اكون بنطق اسمه صح، ومن اخراج شادي الرملي. والمسلسل بيتكلم عن 2 دكاتره نفسيين وبنشوف ازاي هيواجهوا مشاكلهم اللي هتواجههم طول احداث المسلسل. بعد كده يجي لنا مسلسل بطن الحوت، والمسلسل من بطوله محمد فراج، وبيشاركوا في البطوله بسمه واسماء ابو اليزيد وباسم سمر، ومن تاليف واخراج احمد فوزي صالح. والمسلسل احداثه بتدور عن شخص بيتورط في صراع بين رجال الدين وتجار المخدرات، وبنعرف طول احداث المسلسل ايه السبب اللي خلى يكون في صراع بين الفئتين دول من المجتمع، وبنشوف ازاي هتحل المشاكل دي طول احداث المسلسل. ولسه مكملين قائمتنا بمسلسل كامل العدد بطوله دينا الشربيني وشريف سلامه واسعاد يونس، ومن تاليف يسري طاهر ورنا ابو الريش، ومن اخراج خالد الحلفاوي. والمسلسل بيناقش قضيتين، اول قضيه هي خطوره وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، والقضيه الثانيه اللي بيتكلم فيها هي فكره الست لما بتتجوز اكتر من مره. نيجي المسلسل اللي بعد كده وهو مسلسل الصندوق بطوله احمد داش، وده يعتبر تاني بطوله مطلقه ليه بعد مسلسل مين قال اللي كان في رمضان اللي فات. وبيشاركوا البطوله هدى المفتي وسماح انور وعلي قاسم، والعمل من تاليف مصطفى صقر ومن اخراج مروان عبد المنعم. واخر مسلسل في قائمتنا هو مسلسل ست التلاته بطوله غادة عبد الرازق وماجد المصري ونجلاء بدر وصلاح عبد الله، والعمل تصنيفه درامي اجتماعي من تاليف هبه الحسيني. ونيجي دلوقتي لفقره القنوات الناقله للمسلسل. اول قناه معانا وهي قناه MBC مصر، هيتعرض عليها مسلسل المداح الجزء الثالث، ومسلسل الاجهر، ومسلسل بابا المجال وحضره العمده، وهيتعرض عليها مسلسل بطن الحوت ومسلسل جعفر العمده، ومسلسل الهرشه السبعه ومسلسل الصندوق، ومسلسل كامل العدد وتغيير جو، ومسلسل رشيد، ومسلسل جت سليم. اما بقى قناه اون هيتعرض عليها مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، ومسلسل الحمد لله على السلامه، ومسلسل جميله. وقناه DMC هيتعرض عليها مسلسل الامام الشافعي وضرب نار وتحت الوصايه، ومسلسل الصفاره ومسلسل سوق الكانتو، ورمضان كريم الجزء الثاني، وعمله نادره، ومسلسل مذكرات زوج. وقناه الحياه هيتعرض عليها مسلسل علاقه مشروعه، وقناه النهار هيتعرض عليها مسلسل ستهم ومسلسل سر السلطان. دي كانت المسلسلات اللي تم الاعلان عن القنوات الناقله ليها. في مسلسلات انا قلتها في القائمه النهارده ولكن للاسف ما تمش الاعلان عن القنوات اللي هتعرضها، وكل الكلام اللي انا قلته ده كان بدون ذكر منصات المشاهده الاونلاين زي شاهد وواتشت وفيو. واعتقد كمان ان لما شهر رمضان هيبتدي كل المسلسلات دي هتتواجد على الانترنت بشكل مجاني، وهتتواجد بالتاكيد على المنصات الالكترونيه، واعتقد ما فيش حد هيتفرج على المسلسلات دي في التلفزيون يعني. نيجي لاخر جزء في حلقتنا النهارده وهو جزء الترشيحات. ايه هم افضل 10 مسلسلات اتوقعهم من وجهه نظري في رمضان الجاي؟ خلينا نبدا ب3 مسلسلات وهم هيكونوا متميزين بالتوبيك التاريخي شويه، واتوقعهم هيكونوا حلوين جدا، وهم مسلسل الامام الشافعي، مسلسل سر السلطان، ومسلسل سوق الكنز. واتوقع في فئه الاثاره هيكون مسلسل رشيد وتحت الوصايه ومسلسل بطن الحوت. وعندنا برده مسلسل الهرشه السبعه، احداثه هتكون دايره في توبيك اجتماعي شويه وبرده اعتقد هيكون حلو جدا. وعندنا برده مسلسل الهرشه السبعه احداثه بتدور في توبيك اجتماعي واعتقد برده هيكون حلو جدا. واخر 3 مسلسلات ارشحهم لك هم مسلسلات كوميديه سبتهم لك للاخر، وهو مسلسل الصفاره ومسلسل جت سليمه، وطبعا مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليك واكون عرضت لك الخريطه الرمضانيه بشكل كامل وتكون استفدت من الفيديو. وفي النهايه لو بتشوفنا من يوتيوب ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للشانل. وبس كده، سلام.